يبدأ الفيلم مع عمال بيحفروا في منجم، وفي عامل منهم فصل جهاز الاستشعارات بتاع غاز المسال، وممكن يحصل انفجار في اي وقت، وفعلا ده اللي حصل وحصل كمان. وكان في عمال في المنجم، وفي نفس الوقت نشوف مايك كان مجرش التريلا، لقى اصحابه بيتنمروا على اخوه جوتي، وهو كان جندي في حرب العراق وجات له حاله نفسيه بعدها، وبيدافع عنه مايك، لكن في الاخر بيطردوا هما الاثنين، بيوديه المستشفى عشان ياخد جلسه علاج نفسي، والدكتور بيقول له هتخلص بعد ساعه. لما رجع بعد ساعتين لقوهم لسه ما خلصوش، وبعدين راح لاخوه يلاقيهم بيديله حبوب افيون وبياخد اخوه يمشي. نائب الوزير اتصل بالشركه المسؤوله عن المنجم وقالوا له ان الانفجار حصل بدون سبب، قال لهم انتوا لازم تفحروا وتطلعوا العمال، ولكن عشان يفحروا لازم جهاز معين. بيتصل بالقوات الجويه عشان ينقلوا جهاز وزنه 30 طن بالطياره، ولكن ده مستحيل عشان المنطقه اللي حصل فيها الانفجار ده ما فيهاش اي مهبط للطيارات، وما فيش غير حل واحد وهو النقل بالتريلات، وما فيش غير طريق واحد بيودي هناك بيكون على نهر متجمد. ماكسيل قال لجيم على الانفجار اللي حاصل هناك، وبيقول له انت لازم تنقل جهاز وزنه 30 طن في خلال 30 ساعه قبل ما العمال اللي هناك يموتوا. بيقول له كل اللي بيمشوا من الطريق ده بيموتوا في الاخر. في النهايه بيوافق انه يروح عشان خاطر يعرف الناس اللي هناك. ماكسيل بيتصل باصحاب التريلات عشان يجمعهم، ما جيم اتصل بتانتو وطلعها من السجن بكفاله، وقال لها ان المنجم انفجر واخوكي موجود معاهم هناك وبتوافق تروح معاه. وبعدها جيم بيجمع بقيه فريقه، بيكون جورتي ومايك، ولما بيشوف مهاره جورتي في الميكانيكا كده بيطمن له جدا. في نفس الوقت بيسمعوا صوت حد بيخبط على الانابيب، وبيترجموا الاشارات اللي سمعوها، ولما ترجموا الاشارات لقوهم بيسالوا على عدد، قالوا لهم دول 26 عامل جوه. قال لهم انت هيتم انقاذكم بعد 30 ساعه، ودي بتكون مده طويله جدا وممكن يموتوا. وهنا جورج بيقول لجاك ان جيم جمع فريقه وجاهز لنقل الجهاز، وكان واضح عليهم القلق زي ما يكون مش عايزين الجهاز يوصل. وهنا الفريق بيوصل عند التريلات عشان ياخدوا 3 اجهزه من نفس الجهاز، عشان لو خسروا 2 في الطريق يوصل واحد على الاقل، وفي 200,000 دولار هيتوزع عليهم بعد ما يخلصوا. وده اسمه توم، موظف التامين في شركه كاتاكا، وده هيروح معاهم وركب مع تانتو، وبتبدا الرحله، ولازم يوصلوا قبل 30 ساعه ما يعدوا عشان العمال ما يموتوش من قله الاكسجين. وتاني يوم جيم بيلاحظ مشكله في العربيه بتاعته، وبيكلم مايك، رد عليه وقال له انا عاوز اجيب تريلا زي دي تاني انا واخويا جورتي. وقال له هتسميها ايه؟ قال لجورتي هنسميها ايه؟ قال له هنسميها تراك تراك تراك. هما ماشيين بيلاقوا ان الجليد بيتشقق، وفعلا هنا جيم حس ان في مشكله في العربيه، وقال لمايك ان المشكله في الجاز. وهنا تانتو ومايك بيرجعوا له عشان يقتلوه، والتلج بيتشقق. بداوا يربطوا التريلات ببعضها، والحبل بيلف حوالين رجل جيم. تريلا بدات تسقط في الميه، وهنا الحبل بيكسر رجله. بداوا مايك وتانتو يسحبوا العربيه، ولكن كانت بتسحبهم لتحت، وكمان جيم معاه. تانتو راحت عشان تنقذه، طلب منها انها تفصل الحبل، ولما فصلته نزل تحت مع العربيه واكيد مات. التلج بيتشقق لحوالي 300 متر، وهنا لازم يهربوا. جريوا بسرعه، والتلج فضل يتكسر وراهم، وفقدوا السيطره على العربيه لحد ما اتقلبوا والتلج وقف. نروح للمنجم نلاقي لامبارد بيقول لكودي انت ليه قبل كده قلت لي ان مستحيل نلاقي غاز المسال هنا؟ انت ليه قلت كده؟ قال له هم قالوا لي كده. قال له مين اللي قال لك؟ وبعدين الصخور بتقع عليهم والعمال بينقذوه. عامل منهم بيقول لكودي ولامبارد احنا لازم نقل عددنا عشان الاكسجين يكفي، ولكن لامبارد بيرفض وبيمسك ولاعه، والمكان مليان غاز مسال، وبيقول لهم يا نطلع كلنا يا نموت كلنا. وهنا الفريق بدا يعدل التريلات عشان يكملوا طريقهم. هنا توم بيروح لمايك يقول له العربية بتاعت جيم مش هتعطل كده من غير سبب، لاني شفت تانتو بتحط بنزين في التانك بتاع التريلا وهي اصلا بتشتغل بجاز. ولما راحوا لها قالت لهم انا ما عملتش كده، ومحدش صدقها، وبترفع عليهم المسدس، وبيجي جورتي بيمسك منها المسدس وبيربطها. ولما مايك وجورتي دخلوا يطمنوا على الجهاز قفل عليهم توم الباب وضحك عليهم، خد الاغراض بتاعتهم وحطها في التريلا بتاعت تانتو، بدا يحط متفجرات تحت التريلا اللي هم محبوسين فيها وولعها وهرب. فضلوا يكسروا في التكييف لحد ما طلعوا بره، ونزل رمى المتفجرات بعيد. وهنا تيتو فكر انهم ماتوا، وهنا كاوتش التريلا بينزل في التلج، بيفحروا في التلج وبيحط عمود وبيربطوا فيه حبل عشان يسحبوا التريلا. المشكله
المشكله ان موتور السحب كان الضغط عليه تقيل، وهنا جورتي قفله ومكانش عايز يشغله، لكن مايك بيضربه وبيشغل الموتور وبيروح يضغط عليها اكتر وبيطلعها. محرك طار ونزلت الحموله كلها في التلج، وتحتها جورتي ربط نفسه بالحبل ونزل وراه عشان يساعده، وفعلا نجح. فضل ينعش له قلبه لحد ما فاق. بالنسبه لمايك الموضوع ما بقاش موضوع شغل، لا ده موضوع بقى شخصي بينه هو وتوم. هنا توم بيقابل نائب رئيس الشركه، وهنا نعرف انهم متفقين عشان الاجهزه ما توصلش هناك، ونعرف كمان ان الانفجار اللي حصل في الاول كان متخطط ليه من نائب رئيس الشركه. بالنسبه لاخر تريلا هيوقعوها من فوق طريق الجبل، ويقولوا للصحافه انها وقعت وان احنا ما قدرناش ننقذ العمال، واصلا فاضل 3 ساعات والعمال يفطسوا. وهنا ماكنزي اعترف وقال ان اصحاب الشركه ضغطوا عليه عشان يقفلوا جهاز الاستشعار مقابل 100 دولار. وهنا بيجي الوقت على توم عشان يرمي التريلا من فوق، ولكن بيسمع صوت في الشنطه، بيجي يفتحها بيتخض. دي بتكون فرصه لتانتو وبترميه بره العربيه وبتتحرك بالتريلا، ولكن بتشعلق عليها من تحت وبيفصل خرطوم الجاز وبينزل يركب عربيه صغيره وجري وراها بالعربيه. وهنا شغل الراديو وعرف ان تانتو بتكلم مايك على اللاسلكي وقالت له انهم بيجروا وراها، وهنا الجاز عمال يخلص. يبعت رجالته عند مايك وبيقول لهم ممنوع ضرب النار عشان يبان للصحافه انها حادثه مش عمليه قتل. وهنا وصلوا عندهم وهددوهم بالمسدسات، وهنا مايك بيقول مع نفسه انهم لو عايزين يقتلونا كانوا قتلونا من زمان. هنا مايك عرف انهم مش عايزين حد يشك ان حد كان بيعترض الطريق، بيتخانقوا مع بعض. وهنا جورتي بيقع معاهم تحت وبيتخانق مع الشخص ده لحد ما خلص عليه. هنا مايك بيوصل عند جورتي وبياخده وبيرجع، وفي نفس الوقت الوقود بيخلص من تانتو وبتاخد المسدس وتنزل تضرب نار على توم، وبيقول لها ان خلاص مايك مات وكمان اخوك هيموت من قله الاكسجين في المنجم. هنا بيتفاجئ ان مايك دخل عليه بالتريلا ولكن حاول يهرب وبيوقع من فوق. هنا مايك بيتاسف لتانتو ان هو ما صدقهاش، وهنا نعرف ان توم لسه عايش وبياخد الموتوسيكل بتاع التلج وبيمشي. وهنا جورتي بيصلح العربيه بتاعت تانتو وبيحط لها جاز. وهنا نشوف توم فوق الجبل كان بيحط كنابل، وهنا سمعوا الانفجار ووقتها بيحصل انهيار جليدي، ولكن حاولوا يسابقوا الجليد لكن ما قدروش. وهنا تانتو بيدخل في جسمها غصن شجر، مايك شالهولها، وهنا سحبوا التريلا بالتريلا الحمراء وبيكملوا طريقهم. وهنا جاك وجورج بيتكلموا مع بعض وبيقولوا ان الموضوع كله موضوع حادث ومش هنتورط في اي حاجه. من ناحيه تانيه توم بياخد التريلا بتاعت تانتو وبيمشي وراه. العمال جابوا اخرهم، وهنا توم بيوصل والاتنين بيكون على نهر متجمد. وهنا مايك بيمسك المسدس ويضرب عليه نار ولكن مش بيتعور. راح له هناك وفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما وقعوا تحت على الجليد وبيضربوا في بعض تاني وقاموا ركبوا التريلا. وهنا مايك لحق نفسه على اخر لحظه ونط من التريلا وبتاخد توم وبتنزل في الماء. لما التريلا وصلت عند الجسر الحموله كانت زياده والسلوك بتاعت الجسر كانت بتتقطع والكاوتشيه بتتزحلق، لكن جورتي شغل دماغه ونزل حط دواسات تحت العجل وفضلت العربيه تتزحلق على ورا. وهنا جورتي حاول يقفل البوابه لكن معصلجه معاه، لكن لما قفل البوابه كان مزنوق ما بينها وما بين العربيه لحد ما عظمه اتكسر. لما مايك وصل لعنده كان جورتي بيطلع في الروح وبيقول له انت اخويا، وبعدها بيموت. وهنا بيزعل عليه ويتاسف. وهنا نائب الوزير راح لاصحاب الشركه وقال لهم ان للاسف الاجهزه ما وصلتش هناك وما قدرناش نعمل حاجه للعمال، لكن لسوء حظ اصحاب الشركه مايك وصل وخدوا منه الجهاز وطلعوا الناس من المنجم عايشين. هنا لامبارد بيروح لنائب الوزير بيقول له ان اصحاب الشركه هم اللي عملوا كل ده. مايك راح لجورج لكمه في وشه وراح لنائب الوزير اداله شيك مكافأة. يعدي 3 شهور ومايك يشتري التريلا اللي كان بيحلم بيها جورتي وسماها على الاسم اللي كان بيحبه، تراك تراك تراك. وفي نهاية الفيلم افكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع السلامة.